الربان وحيد خالي لوزيتش يعرف ما له وما عليه، يدرك بأن الأمور لن تكون بالسهلة ولكنه يرفع شعار التحدي. ماذا عن تصريحات هذا المدرب؟ لنتابع. بالتأكيد لدينا قائمة من اللاعبين الذين لعبوا أكثر من غيرهم وآخرون لم يشاركوا في التدريبات. لدينا مجموعة مختلفة، لقد ركزنا على التدريب بكل جدية، لذلك ستكون لياقة اللاعبين متفاوتة. هناك عدة مراحل في التحضيرات التي اعتمدت على الإعداد البدني، كما ركزنا على الجانب الفني والتكتيكي. التحضيرات إلى حد الآن تسير بشكل مميز، ولم نسجل إصابات عضلية أو أي نوع من الإصابات الأخرى. واجهنا بعض المتاعب بسبب سوء الأحوال المناخية، وتغيب البعض خلال بعض الحصص التدريبية، ولم يؤثر هذا على السير العام للتحضيرات. نقف عند هذا المدرب، فلسفة الأداء، النهج التكتيكي، أشياء كثيرة. من يقربنا أكثر طبعا من المرجعية الكروية الجزائرية، أنت محي الدين خالف أدرى بكواليس كرة القدم الجزائرية، الظرفية الراهنة، قيمة وثقل هذا المدرب والأسلوب الذي سيعتمد عليه في ظل الخيارات الموجودة. كابتن، كل واحد يلزم يعرف بأن كأس إفريقيا رجعت يعني بطولة عالمية على مستوى الإفريقي، مستوى قوي، لأنه اليوم لابد من نحكي على احنا في عالم الاحتراف، فاغلبيه اللاعبين ولا نقول كل المنتخبات الوطنيه الافريقيه كلها متكونه بلاعبين على اعلى مستوى في الاحتراف. فلهذا لابد ما يكون التحضير من جميع الميادين، تكون التحضير جيد، لاعبين في مستوى جيد، لاعبين يشاركوا في المباريات في دورياتهم، مدرب في مستوى عالي يعرف كيف يتعامل باللاعبين الموجودين، يعرف كيف يتعامل بالوضعيه. فمطلوب من اي فريق، مش الى الفريق المنتخب الجزائري، ما اي منتخب يكون مهيئ 100%، وهذا غير موجود عند فريقنا له امكانيات فرديه موجوده، له بعض اللاعبين يلعبوا باستمرار في دورياتهم، ولكن في عدد كبير من اللاعبين اللي ما يشاركوش في البطولة. فأنا على سبيل المثال لا أتكلم على مبولحي، لأنه مبولحي فهو دائما مركز خاص في التشكيلة، فهو في المرمى خبرة خلته أن الناخب الوطني يعول عليه، لأنه اللاعبين الآخرين كلهم في الدوري الجزائري، فالخبرة على المستوى الافريقي غير موجوده، فلهذا فضل وشفناه في المباراه الاخيره ادى مباراه كبيره. ولكن في لاعبين اخرين غير موجودين، كاين اللي غادر الفريق بصفه نهائيه مثل عنتر يحيى، مثل نادر بالحاج، مثل كذلك مطمور، هذو كلهم لاعبين مازالوا صغار عندهم امكانيات، ولكن فضلوا ان يعتزلوا من على مستوى الدولي، وهذا من حقهم نحترموا كل الاراء وكل قرارات كل شخص، يكون رياضي ولا ما يكون رياضي. ولكن في اليوم لاعبين في المنتخب اللي راجعين من الاصابه على مده طويله، في اللي بداوا في التمرين ويمكن لعبوا مباراه او مباراه على مستوى الانديه، مثلا المهاجم السوداني ما كانش يلعب مع جيمارايز، كان مصاب، رجع بعد اسبوعين. إسلام سليماني تاع شباب بالكور نفس الشيء. لحسن مدحي لاعب خطافي دائما على دكه الاحتياط. قديورة مره يلعب مره ما يلعب، يعني هذا كله يبين بان الفريق مش في حالته الجيده. هذا يبقى دور المدرب، لان المدرب دائما هي الخطه التكتيكيه تبنى على اللاعبين، وإذا عنده لاعبين وهو يعترف بأنه لاعبين نقص الممارسة، فلا بد ما يختار الطريقة اللي تناسب، يعني اللعب الجماعي، وكذلك من حين لآخر يحاول ينطلق لاتجاه الهجوم وما يعطيش الفرصة للخصم يستحوذ على الكرة.
نتفق على كل هذا الكلام. إذن خالد لوزيتش مطالب بتعديل الأوتار لعزف أنشودة النصر في ظل الإمكانيات حسب إمكانيات اللاعبين. أكيد تكثر تصريحات إيمانويل أمونيكي التي تسبق البطولة. وحيد خالد لوزيتش من خلال التصريحات الأخيرة لوسائل الإعلام قال: نمتلك مجموعة متجانسة، ولكن نلعب في مجموعة صعبة، بإمكاننا أن نحقق نتائج كبيرة، وعادي أن نغادر المنافسات في الدور الأول. ما الذي يقصد من هذا الكلام؟ في رأيي الخاص هو يتحلى بالواقعية في الإدلاءات التي قام بها، لأنه في عالم كرة القدم على المدرب أن يعرف كيف يدير أو حالات عدم التفوق في المستوى الكروي، وهذا يعطي إمكانية للكل لكي ينتقد ويتكلم حول المنتخب الوطني. إذا نحن نتكلم على مجموعة متجانسة من اللاعبين. نعرف وأن المنتخب الجزائر متواجد في مجموعة الموت، ولكن الأهم من ذلك هو الطريقة التي سيتعامل بها المدرب مع هذه الزمرة من النجوم، وكيف سيجعل اللاعبين يقتنعون بعقليته التدريبية. إذن وكيف يمكن أن يوقف الفريق أو المنتخب الخصم. لكن إجمالا أعتقد أن السيد خالد لوزيتش يتمنى بالواقعية. أهم شيء وما أعجبني فيه هو أنه ذهب إلى المكان المناسب لتجهيز المنتخب وذهب إلى جنوب أفريقيا. إذن قلنا أن هناك عدة عوامل نجاح في المخيم التدريب الذي اختاره. إذن كان قرار صائبا من خالد لوزيتش، وأنه أخذ القرار بخوض هذا المخيم التدريبي أو باختيار جنوب أفريقيا لإجراء التدريبات. أنا أعرف وأنه إن شاء الله الأمور ستسير على أحسن ما يرام بالنسبة للمنتخب الجزائري. في بعض الأحيان نتكلم على السياسة، ولكن حينما نتكلم على كرة القدم فإن كرة القدم تشكل الملاذ للخروج وتحدي كل المشكلات التي يمكن أن يواجهها الفرد في المجتمع. دعونا كباتن نتحول لمعسكر المنتخب الجزائري في روستنبورغ. من هناك ينضم إلينا نسيم ربيكة موفد الجزيرة الرياضية. نسيم، مساء النور. من خلال التقرير الذي تابعناه أكيد هناك أجواء تفاؤل. الجزائر تمتلك الإمكانيات الكبيرة، الاتحاد الجزائري وفر كل الظروف، اللاعبون يشعرون بالطموح وبالتالي إعادة الكرة الجزائرية للواجهة. على اعتبار بأنك قريب من المعسكر الجزائري ومن وسائل الإعلام الجزائرية المتواجدة هناك بكثرة، خبرنا عن ما يدور في الكواليس، الجانب النفسي، الطموحات، الأشياء التي ربما يسعى الجمهور الجزائري والعربي للوقوف عندها. شكرا زميلي ماجد، تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام في الاستوديو هنا من مدينة روستنبورغ بجنوب إفريقيا، حيث يعسكر المنتخب الجزائري منذ تقريبا 15 يوما. هذا المعسكر الذي يقوده وحيد خالد لوزيتش مدرب المنتخب الجزائري، يقود 23 لاعبا، توليفة جديدة، فريق جديد تقريبا 4 لاعبين فقط الذين شاركوا في الاستحقاق الماضي أو في النسخة الماضية لكأس الأمم الإفريقية. إذا سألتني عن الكواليس، طبعا المنتخب الجزائري لم أرى مثل هذه المرة المنتخب الجزائري متفائلا وجاهزا بدنيا نفسيا فنيا، خاصة بعد مباراة جنوب إفريقيا. المنتخب أو الجهاز الفني كان راضيا تمام الرضا، رغم أن كانت النتيجة مع جنوب إفريقيا متعادلة سلبا، ولكن كانت الأجواء جميلة على جميع المستويات، الهجوم، الوسط، الدفاع، 23 لاعبا كلهم جاهزون. لكن لعلي معي الآن ينضم إلي عادل حاجي المنسق الإعلامي المنتخب الجزائري، يعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المعسكر وعن مدى جاهزية لاعبي المنتخب الجزائري. السيد عادل حاجي، رحب بك على الجزيرة الرياضية. المنتخب الجزائري نلاحظ هناك أجواء جميلة جدا، أجواء تفاؤل، أجواء حماسية، اللاعبون يتكلمون عن النهائي وعن الكأس. حدثنا عن المعسكر المنتخب الجزائري، مدى جاهزية اللاعبين، هل الفريق الجزائري جاهز لانطلاقة يوم 22؟ والله كما يعلم الجميع المنتخب الجزائري دخل في معسكر يوم 2 جانفي اللي فات في مركز التحضير بالمركز التحضير التقني بسيدي موسى، ويوم 4 كنا هنا في مدينة روستنبورغ وين الفريق يحضر.
هو يحضر في ظروف جد ملائمه، وين كما قلت الكواليس هي